السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. هنعمل النهاردة تفليزات رمضان. دي طبعا تانية فيديو. طبعا هيبقى نبعد عن الفراخ ان شاء الله، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ويوفر علينا ان شاء الله. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا معايا كده 3 فراخ، يعني عايزة تزودي او تقللي حسب رغبتك وحسب عدد افراد الاسرة. انا جبت 3. طبعا هاخلي 2 وهعمل واحدة اشويها. طبعا انا بمسك كده، انا جبتهم مذبوحين ومتنضفين كده من عند التاجر وايه، وبنضفهم كده. بس طبعا هو بشيل بس بالريش وبنفتح البطن وخلاص. وخلاص كده انا إيه، بشيل بس انضف كده الرجول. طبعا احنا مش هنرمي الرجول، ما مش عارف في حاجة هترتمي بعد كده ان شاء الله. وهنعملها كده في ريش، طبعا بيكون باقي كده بننضفه بالسكينة وتشيليها كده وايه، وتحكيها كده بالسكينة، تحاولي تنضفي كده حواليها، تشيلي اي حاجة فيها. بعد كده ايه، خلصهم كلهم بنفس الطريقة. بعد كده هروح على البوتاجاز، هولع كده العين كده واعلن النار عليها، واحاول ايه اشيطها. طبعا بتشيل اي ريش، اي ريش اللي هو الرفيع اللي عامل زي الشعر ده. كل حاجة بتكون ايه بتخليها نظيفة. هخلصهم برضو بنفس الطريقة ويكونوا جاهزين معايا. وبعد كده ايه، هنكمل بعد ما اخلصهم كلهم. بعد كده ما خلصتهم حطيتهم كده في الطبق، وجبت ميه واغسلهم كده. حاولي تغسليهم دورين 3 4، يعني على قد ما الميه تكون نظيفه معاكي زي ما انت شايفه كده، وتكوني جاهزين معايا. طبعا أنا الفيديو دي هيبقى ايه، يعني يبقى عملي اكتر ما هو اكتر بالكلام، يعني فيبقى الكلام قليل شويه. بعد ما غسلته كده ونضفته، نزلت طبعا بالليمون، عصير ليمون، ورمت الليمون كمان، وخل حوالي نص كوباية خل. وبعد كده برضو حوالي 3 4 معالق او 5 ملح. بعد كده بعد ما سبتهم حوالي ساعتين، بقى معايا كده عاملين ازاي، وشايفين المية عاملة ازاي، ونزلوا كل اللي فيهم وايه، وبقت نظيفة معايا. صف المية كده تاني، واغسلهم برضو 3 4 ادوار برضو رحلات ايه، المية متروق معايا وتبقى نظيفة. هخلصهم بالطريقة ديت وهكونوا جاهزين معايا. واصفيهم من المية واحطهم طبعا في ايه، على صينية، بحيث ايه يعني يكون اعرف اقطع عليهم تظبطيهم كده. هخلصهم كده زي ما انتم شايفين، والمية عادت نظيفة. وبعد كده ايه، هنقطع كده على الصينية. حاول طبعا بخلي كده الرجول لوحدها، وكل حاجة وانا انضفها كده، واخلي كل حاجة وتكون جاهزة معايا. وتشوف هتفرزيهم ازاي وحسب اللي انت عايزاه. يعني مش هياخدوا منك حاجة. بس طبعا انا فرشت كده وقعدت على الارض، لان مش حد يلحق يقف كده ويعمل. انا بفصل كده الوراك عن بعضها، واقطعهم نصين، واقطع الفرخة نصين، واشيل كده الجلد من عليها. عشان ايه، انا عايزة اصفي اشفي الكتاف او الصدور يعني، بتشفيها. وبعد كده اخلع الوركين مع بعض كده ايه، واخليهم. وشوفي انت هتعوزي تعملي ايه، واعملي بناء على اللي انت عايزاه وعلى الحاجات اللي انت ايه بتحبيه تعمليها اعمليها. طبعا انا شلت الجلد كده من على الصدر، واحاول ايه اخليه كده معايا. وبالراحه واحده واحده كده انا هعمله معاكي قدام منك كده، وهتشوفي ايه هيتعمل معاكي ازاي. انا طبعا كده بس بشيل الجلد، وبعد كده ايه من على الرقبه كده وايه، وهبدا ايه اصفي الصدر واخليه كده. طبعا تعملي بانيه او ستريبس حسب ما انت عايزه، تعملي فاهيتا، يعني الحاجه اللي انت هتعوزيها تعينيها كده، وتبقي تعملي منها اللي انت عايزاه. انا طبعا بشفي كده الصدر بالراحه كده بالسكينه، وحاوليه بالراحه كده ومعاكي سكينه صغيره. يعني طبعا كل البيت بيكون فيه السكينه الصغيره والكبيره، وطبعا انت بتكون معاكي ديت وديت، واحده واحده كده، وحاسبه على نفسك وانت بتقطعي كده بالراحه، او بتخلي بالراحه كده عشان ايه ما تعوريش نفسك. وحاولي ايه تكوني قاعدة عشان ايه تتحكمي في الحاجة معاكي، ايه واحدة واحدة كده، ايه مش ما تعوريش نفسك. حاولي طبعا لان طبعا السكاكين تبقى حامية، ولازم ايه واحدة واحدة عشان ايه نحافظ على ارواحنا. وبنخلي كده الصدر بالراحة كده زي ما انت شايفة. بتحاولي تلفلي معاه كده بالراحة، يعني ما مش تتعافي ولا حاجة، امشي بقى بالراحة واحدة واحدة كده. هتلاقيه معاكي مش هياخد معاكي 5 دقايق، هتكوني شفيت الصدر وطلعتيه لوحده. انا طبعا بخليه من كل يمه. انا عايزه بس اطلع الصدرين مع بعض، مش عايزه اطلع واحد لوحد، كل واحد لوحده. انا عايزه اطلع الاتنين ماسكين مع بعض كده وبالراحه. بتدخلي من هنا من الجنب ده ومن الجنب ده بالراحه كده، وبتحاولي كده بالراحه بالسكينه، وتقطعي من عند الصدر من فوق من العظمه بتاعه الصدر، وتخليها كده بالراحه زي ما انت شايفه كده.
عشان كده انا قلت يعني يبقى حاول يكون متفرجة اكتر من الكلام. بنخليه كده بالراحة واحدة واحدة كده. وطبعا دي للبنات العساسية اللي لسه بيخشوا كده اول مرة المطبخ او الجداد يعني. بنفصله كده، وطبعا كده بالراحة بس عشان بيبقى فيه عروق، بالراحة كده وتخليها بالراحة، ما يعني مش تتكي على نفسك قوي يعني. وتخليه كده، اخليه كده ويكون معايا جاهز. ويطلعه كده احطه لوحده. طبعا التفريزات دي بس لرمضان بس احنا بنعملها كده بس يعني عشان المفروض كل شهر بتعملي تجيبي حاجة اللي انت عايزاها وعدد الفراخ اللي انت هتعمليه، مع مثلا كام كيلو لحمة، وبتقطعي كده كل حاجة لوحدها. انا كنت عملت طبعا فيديو عن اللحمة وانت بتقطعيها بالراحة كده وت... وتفرزيها وتعملي كم اللي انت هتعمليه، وتشوفي المفروم وتشوفي ده وتشوفي ده، وتاخدي طلباتك اللي انت هتعوزيه على قد الشهر وتفرزيه معاكي ويكون جاهز معاكي. او لو انت بتشتغلي او كده بيكون جاهز معاكي. وكده كده انا بفرزه كده لرمضان. والمفروض يكون كل شهر تجيبي حاجتك اللي انت عايزاها كلها وتقطعيها وتفرزيها كده براحتك. بعد كده بحاول اخلي الرقبة كده واشيلها وافصلها كل حاجة لوحدها، بتكون جاهزة. وبعد كده يعني بفصل برضو الجناحين بالدبوس بتاع الجناح برضو. انا ما اعرفش انتوا بتسموه ايه، بس انا بقول الدبوس بتاع الجناح. طبعا بكون حاجة وهتعملي برضو منه، هتعدي منه يوم. كل حاجة كده هتكون لوحدها ان شاء الله، وهتعرفي تقطع كده وتفنطيها كده وتفرزيها كل حاجة لوحدها. وتحاولي مثلا تمشي الأمور طبعا عشان الأسعار والمعيشة عادات صعبة. وتحاولي يعني تعملي لنفسك، واللي بتعملي طبعا بيكون في بيتك واللي بقول ليكي يعني. تحاولي كده واحدة واحدة إن شاء الله، وكل حاجة بتمشي. وربنا هو سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق وهيسهلها معانا إن شاء الله. يعني ما حدش يخاف من حاجة، الرزق بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي بيسر الأمور. فصلت كده الجناحين، والجناح لوحده والدبوس بتاع الجناح لوحده. وهفصل كده اليمة التانية برضو، وهجهزهم كده ويكونوا جاهزين معايا. وت ايه وتعمليهم. وهتكون تعملي منهم كام، يمكن هتعدي منهم كام يوم. احسن ما بتجيبي كل حاجة لوحدها بتكلف كتير، وما بتش معاكي يعني قد كده. يعني على قد ما تقدري وفري الحاجات دي بتجيبيها بتوفر عليك كتير يعني. مش احسن ما بتجيبي كل حاجة لوحدها. انا كنت راح اشتري يمكن كيلو صدور، لقيته بتمن تقريبا خش على تمن 2 كيلو من الفراخ. فطبعا بيكون غالي. فانا قلت لا، هجيب فراخ بقى وافرز لرمضان، واللي انا عايزاه هاخده وهعمله معايا. طبعا ده الوراك انا هعملها طبعا عشان تعمليها حمام كداب. طبعا ممكن الوراك طبعا هي كبيرة، الفرخة كانت كبيرة، ممكن يعني الورك تقسميه على 2. يعني هتحاول ان شاء الله تمشي الامور، وان شاء الله كده تمشي معاك ان شاء الله. وربنا هيسهلها ويرزقنا طبعا ويرزق الكل. وهتفصلي كده بالراحة زي ما انت شايفة كده بالسكينة بالراحة واحدة واحدة. وحاولي السكاكين تكون يعني حامية معاكي، بس عشان وانت بتقطعي تحاولي بالراحة عشان بس ما تعورتي، مش تعوري يعني ولا حاجة. وتعدي ان شاء الله تعدي سلام. على فكرة مش هتاخد وقت كتير ولا حاجة، وهتكون معاكي ان شاء الله سهلة. على فكرة انت لو بصيتي وتعلمتها صح مش هتاخد منك وقت يعني. ممكن اول مرة بس يعني تاخد معاك وقت. بعد كده هتدري عليها وهتخليها واحدة واحدة لوحدك، وهتكوني معلمة فيها وتاخدي لقب جزار كمان. وهتفصلها كده زي ما انت شايفة بقى يعني. بتحاولي بالسكينة كده تلم اللحمة بالراحة عشان بس ما ينهريش منك. وبعد ما تخليها كلها كده بالسكينة، وهتروحي متكية عليها كده على العظمة، وتروحي كسراها وتطلعيها وخلاص. مش هتعمل معاك اي حاجة. طبعا شايفين عاملة ازاي، كله طلع لحمته فيه وما فيش حاجة انهارت ولا حاجة. لو معاكي كزلك او شاطور من اللي هو الصغير بتاع المطبخ هتعملي بيه برضو عادي، وهتقطع معاكي، مش هتتعبك ولا حاجة. انا عملتها كده بس بالسكينة، مرضش اعمل الشطور ولا حاجة، فقلت كفاية بالسكينة لان الفراخ البيضة مش فيها يعني حاجة جامدة ولا حاجة. طبعا الورك طلع معاكي سليم اهوت، زي اللي بتشتريه من بره، واللي الجزار بيعمله او الفرارجي. طبعا نظيف عامل ازاي، وكل حاجة على ايدينا، حاجة حلوة انت عاملاها بايدك وهتحسي برضو بطعمها. شايفين طبعا. وخليت التاني كده، انا خليت الفرخة اول واحدة.
التانية طبعا انا هشويها، فبقطع بس منها الرقبة. عايزة تسيب الرقبة تسيبيها حسب رغبتك يعني. انا بس بحب اشيلها، لان وانت بتيجي تشويها فبتبقى تنشف، ما بتبقاش يعني قد كده، فانا بخليها تكون ايه زي ما انت شايفة بالطريقة دي. يعني كده جاهزة ان شاء الله كده ايه على قد الشوي. خلصت كله كده. طبعا دي الهياكل والرجول والراس والرقب، وطبعا الكبد والقوانص. طبعا مش هترموا حاجة طبعا. دي الحاجات التانية اللي عند السكينة ديت ملهاش لازمة هترتمي. ودي الحاجة اللي احنا هنعملها. طبعا هاخدهم كده احطهم كده في الصحن، ولسه هيتغسلوا تاني. شوفي بعد ما كانت المية هتبقى نظيفة، شوفي بعد كده ما نحط عليهم المية هتكون المية شكلها ايه. وهتلاقي ان ايه ان انت عايزة تنضفيها، والحاجة كل حاجة ايه ما تعملهاش الا ما تغسليها حلو كويس جدا جدا جدا. وحاولي ايه يعني تستعني بيها. طبعا شايفين بعد ما غسلتهم وقطعتهم بدل ما كانوا طالعين اول مره كانت الميه نظيفه قدامهم، بعد كده ايه الميه كانت عامله ازاي. غسلتهم برضو 3 4 ادوار كمان، ونزلت بملح وخل. عايزه تغسلي بطحينه حسب رغبتك اللي انت عايزاه، دقيق اللي انت يعني يرجع ليكي. انا بستكفي كده بالخل والليمون والملح، يعني بيشيل اي زفاره وبيشيل اي حاجه منه. وبيكون معاه زي ما انتم شايفين كده كل حاجه جاهزه. وغسلتها تاني وهصفيها طبعا. بكون غسلت الصينيه لما اقطعها عليها، وهصفي عليها واطلع عليها تاني. تنزل اي ميه برضو على الصينيه عشان بس ايه ما يعني الحاجه مش تنزل ميه تغرق الدنيا كده وتبقى الحته مش نظيفه. فانا بحطهم على الصينيه بس عشان ايه اي ميه تانية. طبعا كده انا غسلتهم طلعتهم على الصينيه تاني زي ما انت شايفه. الجناحين هعملهم لوحدهم طبعا، هيعدوا يوم تعمليهم بأي طريقة انت عايزاها. على بطاطس تعملها بانيه، اي حاجة اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. تعملها في الفرن اي حاجة. طبعا دي الصدور. ومعنا طبعا الكبد والقوانص برضو هتعمليهم يوم مع رز او اي حاجة. الهياكل والرجول طبعا عينها لوحدها كده، بحيث انا ان شاء الله هنعملها يوم. واحاول ان شاء الله اصورها واحنا بنطبخها معاكم عادي. الجناحين عملتها برضو هعملها يوم. الصدور كل صدر لوحده. الوراك عملتها طبعا على 2، خليت واحد هعمله حمام كداب، وواحد تاني 2 تانيين هعملهم مرة تانية مع اعملهم بأي طريقة. والفرخة اللي هشويها طبعا ممكن تعملي طبعا منهم كم أكلة قدام منك، وهتفرزيهم كده بالهنا والشفا. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تاكلوه في الهنا والفرح، ويكون ايه مع الحبايب كده إن شاء الله في رمضان. وطبعا كل شهر وتعملوه برضو. وكل سنة وانتم طيبين. ومش عارفة أقول لكم ايه طبعا. يا ريت دعمونا كده، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وتكتبوا لنا كده تعليق منكم.